لا تعلمني الأدب في وطن قليل الأدب. كلمات للشاعر بلال فوراني. لا تعلمني الأدب ولا تغرقني بهذه الخطب. أعرف أن لساني طويل أطول من شجر النخيل، وأن حرفي كله شتم وسب، ولكنك للأسف لم تسألني يوما ما السبب. لما كل هذا الغضب؟ دعني أخبرك السبب. ماذا تنتظر من النار غير الحريق واللهب؟ ماذا ترجو من جهنم إذا كان وقودها الحجارة والناس فيها كالحطب؟ ماذا تنتظر من واقع يصيبك بالشلل والملل ويضرب على العصب؟ دعني أخبرك السبب. هل رأيت الشعوب العربية النفطية رؤوس أغنام ولكنهم في الأصل دم؟ هل رأيت تلك الشعوب العربية الجائعة تجوع كي يعلق ذاك على كتفه الرتب؟ هل رأيت تلك الحيوانات التي تأكلنا كلاب تنهج فينا والتهمة أننا عرب؟ هل رأيت الربيع العربي ماذا فعل بنا؟ جعل الدماء في أوطاننا تصل حد الركب. هل بربك رأيت غضب الله على العرب؟ كأن بيننا وبين إبليس قرابة ونسب. هل سمعت عن فلسطين في بلاد الشرق؟ هل قرأت عن العراق الذي احترق؟ هل رأيت سوريا ودمشق صاروا خرابا ودمار بعد إن كان وزنهم بوزن الذهب؟ هل رأيت الموت في بلادنا؟ هل قرأت عن الإجرام في عبادنا؟ هل سمعت عن بكاء الفرح في أعيادنا؟ صار الوجع فيه قدرا كأنه علينا انكتب. هل سمعت عن جهاد النكاح؟ هل تعرف مجاهدا في بلادنا سواح؟ هل سمعت عن مجرم يقول حي على الفلاح؟ هذه بلادنا صارت جنة الكلاب لمن هب ودب. وتسألني ما السبب؟ ولما كل هذا الغضب؟ ولما حرفي كله شتم وسب؟ حين ترى كل ما أرى، حين تحاول أن تفهم ما جرى، حين تتواضع وتنزل من ثرياك إلى الثرى، حينها تعال علمني الأدب يا حفيدا قادما من سلالة أبا جهل وأبا لهب. على حافة الوطن لا تكن أديبا في وطن قليل الأدب، وطنا يمجدون فيه من سرق ومن نهب، وطنا ليس فيه لصاقة طبية للجرح إذا التهب، لكن لديه مشاف بطولها وعرضها لأمثال أبا لهب. كلمات الشاعر بلال فوراني. إلقاء أخوكم محمد أبلان. احتراماتي.